وصفتنا الأولى راح تكون أجنحة دجاج. طبعا في انستغرامي كثير وصفات لأجنحة الدجاج وكل مرة أسويها بطريقة مختلفة، فتقدرون تسوونها بأفخاذ للي ما يحب. طبعا راح نحتاج أجنحة دجاج، بحتاج إلى ليمون أو خل، بحتاج إلى صلصة الورشسترشاير صوص هذه، بحتاج إلى البافالو وينكس اللي هو تتبيلة أجنحة الدجاج، متوفرة بعدة شركات، مو شرط هذه الشركة بس هذه من أقوى الشركات. بحتاج زيت زيتون وصلصة الاتش بي أو أي صوص للباربيكيو، أي صوص للباربيكيو. بهاراتي المشكلة اللي أنا قلت لكم عنها، أي نوع بهارات مشكلة تقدروا تحطونه، ملح، فلفل أسود، بهار مشكل، أي بهار أنتم تحبونه، بابريكا، أنا حستخدم هذولا. هذا الأوريجينال وهذا الكاريبي يعطي نكهة كاريبية حلوة، وهذا اللي هي البهارات السبعة أو السبع أعشاب. هنا غسلت الأجنحة أو الدجاج أو الأفخاذ اللي أنتم حابينها من أجزاء الدجاج، راح أحط عليها التتبيلة اللي أنا ذكرتها كلها وراح تنقع فيها. هنا طبعا حطيت جميع التتبيلات اللي أنا ذكرت لكم إياها وراح أخلطهم مع بعض. طبعا هذه اللي راح أتبلها فيها وبعدين أشويها فيها. طبعا هي تبلتها مضبوط وسويت لها مساج مرة مضبوط. راح أدخلها الثلاجة أطول وقت، ممكن من ساعتين 3 ساعات 4 ساعات قبل بليلة براحتكم. بعد الشوي أو القلي زي ما تحبوا، أنا راح أشويها طبعا. بعد الشوي راح يكون في لها تتبيلة أخرى بنتعرف عليها بعدين. بجهز الصوص اللي راح أغمس فيه أجنحة الدجاج، هو عبارة عن مايونيز بالثوم وأجنحة الدجاج وصلصة فرنسية، واللي يحبها مرة سبايسي ممكن يحط السيراتشا. بشوف لو عندي سيراتشا برويكم شكلها. اللي يبيها مرة سبايسي يستخدم هذه السيراتشا صوص. أنا ما ححط السيراتشا. هذه الأشياء نفسها ممكن تستخدمونها مع الدايناميت شريمب أو الدايناميت تشيكن اللي راح أسويها معاكم في يوم، بس مع اختلافات بسيطة في الصوص. فأنا راح أحط هذول الثلاث صوصات مع بعض الآن. حطيتهم بخلطهم شوي على النار مع بعض وبعدين راح أغمس فيها الأجنحة. اللهم بارك، أجنحة الدجاج صارت جاهزة. الآن راح أسويه، راح أحطهم بالصوص أخليه على النار شوية بس من فوق وأخلطها معاه مرة مضبوط. هنا حطيناهم بالصوص وراح أقلبهم عشان يختلطون بالصوص مرة كويس. طبعا النار شغالة.